عليها في التصدي لهذه الركلة التي يتولى مهمة تنفيذها، بينما عشاق الاتحاد الرياضي التروكي ينتظرون التصدي من عبد الرحمن الحوصلي. لحظات وسيمنح الحنفي السعدي الضوء الأخضر لمنصف العمري لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة الثامنة. سيمنحه الآن الضوء الأخضر منصف العمري. منصف سيسدد التسديد. جول! ركلة الجزاء لهدف أول للمسفيوين، لهدف أول لنادي أولمبيك أسفي. الثامنة من عمر المقابلة، أفضل سيناريو كان التنفيذ من منصف العمري، كانت المتابعة من عبد الرحمن الحوصلي الذي كاد أن يتصدى. نجد في التشكيلة الرسمية في هذه المواجهة ركنية عمر النمساوي، تنفيذ الركنية من النمساوي عمر، بعد ذلك الكرة تفتك دائما لعناصر الاتحاد الرياضي التروكي. محاولة اختراق الدفاع، ينجح في اختراق الدفاع، التمرير، إمكانية التسديد. جول! هدف التعادل. ينجح الاتحاد الرياضي التروكي في الوصول بعد عدد من المحاولات. هنا اللقطة كان اختراق الدفاع بشكل ممتاز، بعد ذلك وصلت الكرة لتوفيق الذي لم يتردد، سدد بالطريقة المثالية ووضع الكرة في الشباك، وضع الكرة في المرمى، مانحا الاتحاد الرياضي التروكي هدف التعادل في مقابلة اليوم. كانت التمريرة من أيمن مورين لاتحاد طنجة ولاعب لسريع واتزم والمغرب الرياضي الفاسي. هنا خطأ، ركلة حرة مباشرة، منصف العمري. جول بالمسطرة والقلم على طبق مساعد المدرب ومن طبيب الفريق ومن المعد البدني ومن عشاق النادي. منصف العمري الذي سجل ركلة الجزاء وقدم الكرة على طبق من ذهب لوليد غيلوف الذي يسكن الكرة الشباك ويسجل الهدف الثاني لأولمبيك أسفي. تصبح النتيجة 2-2 مقابل هدف وحيد. فرحة كبيرة لعشاق النادي الاتحاد الرياضي التروكي. كرة طويلة البحث عن توفيق، وصلت لأريستيد. سيمون سيسدد أريستيد. جول في الدقيقة 51. ينجح أريستيد سيمون لم تنتهي بعد. هنا اللقطة، هنا الكرة وصلت لأريستيد سيمون الذي نجح في إسكان الكرة الشباك ونجح في التفوق على المهدي ويا. هنا اللقطة، هنا الفرصة وهنا المحاولة. توفيق بن الطيب الذي قدم المتألق أريستيد سيمون السنغالي، 31 سنة، متر 81 سنتيمتر. بالنسبة لأريستيد يعتبر هو الموسم الثاني بالنسبة لأريستيد بقميص الاتحاد الرياضي التروكي، لكن المقابلة لم تنتهي بعد، ما زالت الفرجة متواصلة. جول! هذا ما قلته لكم، المواجهة لم تنتهي بعد الثالث، وينجح في الوصول لمرمى الحارس رضا أصمما بعد بحث طويل وبعد عدد كبير من الفرص والمحاولات. ضحي الفرسي في التسجيل في مرمى نادي الاتحاد الرياضي التروكي. هنا اللقطة على طريقة أندريس